ازيكم؟ قصتنا النهارده عن الطمع وازاي بيوصل اننا نتعرض للنصب وندخل في مشاكل ملناش علاقه بيها. قصتنا وقعت احداثها من حوالي 18 سنه. المدرس في محافظه القاهره كان شاطر جدا في تدريس مادته، وكان من اباطره الدروس الخصوصيه. ربنا رزقه بولدين وبنت، كان كل حياته كان موفر ليهم كل اللي بيطلبوه ويتمنوه. مع مرور السنين كبروا الاولاد وطلباتهم زادت، خاصه انهم كانوا عايشين في طبقه فوق المتوسطه. اشتراكات نوادي وجيم وحاجات كتيره كانت بتزود الحمل على ابوهم، وهو طبعا ما كانش بيقدر يرفض لهم اي طلب، لانه طبعا عودهم على كده. في يوم من الايام كان قاعد مع مدرس زميله وكانوا بيدردشوا مع بعض، وحكاله الوضع والظروف اللي بيمر بيها والضغوط المعيشيه اللي بقت فوق قدراته وفوق امكانياته الماديه. قال له: عايزك تنصحني اعمل ايه في اللي انا فيه، وازاي اقدر البي طلبات اولادي وما اخليهمش يحسوا بالتقصير من ناحيتي. قال له: هشوف لك مصلحه كويسه وارد عليك ان شاء الله، هيكون فيها خير كبير ليك. قال له: خلاص، منتظر ردك اكيد. مر يوم والتاني، اتقابلوا فسألوا: ايه الموضوع اللي فيه خير ليا؟ قال له: انا اتعرفت على شخصين افارقة قاعدين في حي من احياء القاهرة، بيقدروا يحولوا الورق الابيض لدولارات من خلال مادة كيميائية، وانت طبعا عارف سعر الدولار كام النهاردة. قال له: مستحيل الكلام ده، انت بتهزر. رد عليه صديقه وقال له: لا والله بكلمك بجد، الموضوع حقيقي فعلا. رفض وقال له: مستحيل اللي بتقوله ده. مرت الايام والحالة المادية للمدرس بدأت تتدهور مع زيادة المصروفات. كلم صديقه تاني وطلب منه انه يتقابل مع الشخصين الافارقة للاتفاق معهم. بالفعل قابلهم في كافيه وشرحوا له كيفية تحويل الاوراق البيضاء لدولارات بمادة كيميائية. طلب منهم تجربة قدام عينه. قالوا له: لازم نشتري المادة الأول، ودي سعرها 10,000 جنيه. قال لهم: بعد 3 أيام إن شاء الله هتكون الفلوس جاهزة. بالفعل دبر لهم المبلغ ودفعوا عشان يجيبوا المادة الكيميائية. قالوا له: بعد 3 أيام هنبدأ نشتغل في تحويل الأوراق لدولارات. مر يوم ويومين وتلاتة وأسبوع، والرجالة الأفارقة ما بيردوش عليه ولا على صديقه، لعند لما الموبايلات اتقفلت وضاعت فلوس المدرس. راح طبعا عمل محضر فيهم واتقبض عليهم. اعترفوا بأنهم أخدوا الفلوس منه، لكن أنكروا أنهم وعدوه بتحويل الأوراق البيضاء لدولارات. رجعوا له فلوسه. طبعا قصتنا النهاردة في غاية الغرابة، والغريب ان مدرس ومعلم اجيال يصدق كلام دجل من وحي الخيال وكلام لا يصدقه عقل، لكنه الطمع والجشع اللي عموا له عينه وخلوه يقع فريسة للنصابين. وبكده خلصت قصتنا النهاردة. دمتم بخير.